السلام عليكم مشاهدينا ومتابعين قناة ستوريز. اليوم جبنا لكم أحداث قوية وكتير لخبطة بالأوراق. اليوم مثل العادة راح نبهدل الكل اللي حاب يتبهدل اللي حاب يتبهدل، وراح نحلل وراح نحاول انه نوضح كتير اشياء الناس ما شفناها ما فهموها بالحلقات، نحن راح نوضحها اليوم. وفي كتير تسريبات واحداث وكواليس راح تعرفوها. تابعوا معنا الفيديو للأخير. بدأت الحلقة بين خلاف ليليا وابتسام. ليش؟ لأنه ليليا لما كانت ابتسام بتحدث قاطعتها بالكلام، وابتسام ما عجبها الأمر وأعطت ردة فعل يعني ما عجبت ليليا. نعم، لأنه أنا صراحة من لما شفت الموقف كانت ابتسام عم تتكلم. أنا راح أقول الحقيقة، يعني اللي إلنا واللي علينا. كانت ابتسام بتتكلم، وابتسام قبل هذا الشيء قالت إنه ما بتحب لما تتكلم أحد يقاطعها. فشو راحت ليليا بتقاطعها. كانت لما ابتسام تتكلم كل شوي ليليا بتقاطعها. فهون قالت لها ابتسام ممكن أكمل حديثي. فهون خلتها ليليا انها تكمل كلامها. فهون شو عاود تاني ليليا قاطعت ابتسام. فهون ابتسام عملت لها حركة بإيدها، وهذه الحركة ما عجبت ليليا. هي حقها، هي من حقها الصراحة، من حقها انه ما تعجبها، بس كمان ابتسام من حقها انه قالت قبل انه ما بحب اللي بيقاطعني، فيخلوها لا تكمل كلامها. يعني البنت من لما اجت للبرنامج عمرها كملت كلامها. دائما بيقاطعها. نحن عارفين انه هي كلامها طويل ويعني ممكن يكون ممل، بس هي لا، بس لازم نحن كلهم ساكنين بالفيلا لازم يتحملوا بعض ويستنوا بعض ليكملوا فكرتهم، ومهم ما يقاطعوها. هي الصراحة ابتسام مو كلامها ممل. هي كيف قالوا الأمهات إن كلامها كبير، واقعي جدا. نعم، لا لدرجة إنه يجيب لك الملل. يعني ما في نقاش، جدية ما كتير. ممكن ما بتقول في كلامها ثغرات حتى انت تناقشيها. نعم، هي جدية كتير وبتاخد الموضوع بجدية. يعني لما بيتكلموا ما بتاخد الموضوع هيك يعني بيكون مسلي، لا هي بتاخده بجدية كتير وبتبقى تتكلم وبتوزن كلامها وبتفكر لتحكي. فهون هم بيملوا. فهذا الشيء اللي بيخلي البنات يقاطعوها دائما. مهم اعطونا رأيكم بهذا الموقف. يعني بشوف انه موقف صغير بين الصحبات عادي بيصير. اصلا ما اخذوا بدون في الحلقة شفنا. نعم، ما اخذوا على قلوب بعضهم. يعني يتكلموا من بعد، تكلموا مع بعضهم وعادي وعادي يعني. وحلوا المشكلة. في جلسة بين ابتسام وآية وعطيات. عطيات بينت لابتسام يعني انه مو حابة، يعني ما اعطتها اصلا ولا وجه، بس كانت جالسة بيناتهم آية وبتحاول تلفظ الجو بيناتهم. حتى ان آية قالت يعني بالضحك انه في ناس بتحب المصريين، بس عطيات هون شو قالت لا، في كل الناس يعني بتحب المصريين، يعني احنا محبوبين، كل الناس بتحبنا. بس آية شو قالت كمان؟ قالت لا، في ناس بتتعلق بالمصريين. هون بتحاول يعني وكأنها يعني تحاول تعطي فرصة بين عطيات وابتسام، بس عطيات يعني رافضة رفض قاطع انها تتعرف على ابتسام. ويعني حسينا انها اصلا مو حابة البنت صراحة، مو كانت حابة اصلا. انا بحب جو آية، هي طاقتها حلوة، وهذه لفتة حلوة منها الصراحة إن تحاول تلطف الجو بين ابتسام وعطيات. وحاولت أصلا هي بتعطي إذا لاحظتي في الحلقة عطت كلام حلو لكل البنات. هي طاقتها حلوة وبتحاول توزع الطاقة الإيجابية على كل البنات، وبتوزع عليهم كلام حلو. قالت عن مايا أنت ما تسكتي، أنت تكلمي الحلقة كلها، لأن عجبتها لهجة مايا. صراحة أنا بحب هيك البنات اللي بيكونوا ما بيحسدوا بعض وبيقولوا لبعضهم كلام حلو. يعني بالآخر هم البنات للبنات. ونحكي شوي عن إطلالات الليلة اليوم صديقتي. نعم، أنا عندي كتير كلام عن الإطلالات. أول شي راح أحكي عن إطلالة ليليا. صراحة لحد الآن ليليا من أول البرنامج للآن إطلالاتها غير موفقة. صراحة لون شعرها ظالم جمالها جدا. يعني هي لو تعمل لون شعر أغمق
راح تكون أجمل بكتير من أغلب البنات اللي هناك. وزيد على ذلك أن ما بتعرف تختار اللبس، بتختار فساتين يعني بشوف انها موديل قديم، وممكن تختار فساتين اجمل صراحة. يعني هي جسمها حلو بيجي معه كل انواع اللبس. ممكن تلبس بناطيل، ممكن تلبس شورتات، ممكن تلبس جيبات جميلة. هي بتلبس فساتين كأنه موديل قديم. ايوه، هي الصراحه ستايلها ظالمها كثير. ستايل هي البنت ستايل حلوه والله، لما تقرب لها الكاميرا يعني البنت مره حلوه في وجهها، بس ستايلها ظالمها كثير. ظالمها كتير. وانا مستغربه ليش لحد الان ما غيرت لون شعرها. انا كمان لحد الان بشوفها باللايفات وهيك تبين لي انه بتمنى هون للمستقبل تغير لون تغير. شعرها. نروح لابتسام. ابتسام ونشوفها شو لما تشبه ابتسام. ابتسام هي شبيهة ملكة. جداً. ملكة جداً. نعم. تشبهها كتير حتى برقصتها بتشبه. رقصتها حتى بلهجتها نعم. يعني كيف بتحكي نفس النطق اصلا الصوت. اصلا احنا المغاربة اذا جينا نتكلم بلهجة بيضة هيك بنحكي إيه. هيك بنحكي لانه نحن لهجتنا بعيدة كتير عن اللهجة العربية او اللغة البيضاء، فبنحاول نتكلم بلغة بيفهمها الكل، وهذا الكل. صعب علينا. يعني احنا مثلا البنات اللي بيقولوا لنا ليش ما بتتكلموا عادي، ليش بتقولوا. احنا يا بنات نحن ما بنتعمد، احنا لهجتنا مختلفة عن لهجتكم. يعني لما اجي انا واعمل مجهود واتكلم بلهجتك لتفهميني، هذا بشوفوا انا مجهود مني بعطيه لكم يعني لا تفهموني. ما يعني ما تعلقوا كتير على لهجتنا. لو جينا نتحدث بلغتنا ما راح يفهمنا احد. ولو جينا نتحدث باللغة العربية هي مو صعبة علينا اللغة العربية، بس هي فيها صراحة شوية ملل. نعم، اللغة العربية كتير هي حلوة بس مو لتحليل هالبرامج. نعم، مو لتحليل البرامج. نعم. فنحن بنحاول نحكي كل اللهجات، مصري، لبناني. مثل ما بيحكوا في البرنامج المغاربة نحن بنحكي. نحن مثل ملكة نحن كمان. فابتسام ستايلها كتير حلو. لحد الآن بشوف إنها من البنات اللي ستايلاتهم كتير ناجحة، بتنوع وكل شي بيجي معها. يعني كل لبسها لحد الآن إجا معه، وكل ستايلات اللي عملتها إجوا حلوة. وهي شو قلتي لي من وين يعني مستوحية؟ ستايلها تبع الصبح مستوحية من التسعينات. هي أظن أن ستايل برنامج كامل مستوحية يعني من التسعينات. ممكن يعني هي بحسها بيعجبها ستايل الزمن القديم. نعم. وآية، قولي لي رأيك عن إطلالة آية. إطلالتها من اليوم دخول البرنامج إلى الآن ناجحة حلوة، ويعني عارفة تماما دارسة جسدها ووشها مليح. نعم. عارفة شو تحط على جسدها وعلى شعرها وعلى وشها. نعم، بتعرف شو بيناسبها. جريئة، إطلالتها جريئة وجميلة. نعم. صراحة شيماء كمان لحد الآن إطلالتها حلوة. نعم، صراحة. إطلالتها حلوة كتير. هي صراحة حلوة كتير. لو بتعرف لحالها شوي وبتعدل شخصيتها راح تصير بيرفكت. لو تشتغل على شخصيتها راح تصير بيرفكت. بس إطلالتها كانت حلوة كتير. أنا بشوف إنه إطلالتها بالليل بهاي الحلقة كانت أحسن إطلالة بإطلالاتها اللي فات اللي عملتهم بالحلقات اللي فاتوا. اليوم موفقة فيه. نعم. كتير. مايا فستانها كان حلو بس سامبل جدا. هي نعم. أصلا بتحسها دايما رايحة للبساطة. نعم، ممكن تطلع أحلى. يعني أنا بشوف إذا حطت شوي مجهود وتدرس جسمها وتشوف شو الفساتين اللي راح يجوا معها وهيك راح يكون ستايلها أحلى. أو يمكن هي حابة هيك، ما بتحب الأشياء اللي تكون ثقيلة. نعم، حتى ما توضع يعني حلقات. نعم، أنا كمان بحس هيك إنه ما بتحب تكون بسيطة. ستايلها بسيط. وشو كمان نشوف مرام إطلالتها كما قالوا بلاك أنجل. نعم. اليوم أحسن إطلالة لإلها. جات كتير حلوة. يعني عملت الإطلالات اللي قبل كتير بسيطين وهيك أنثويين وصوفت وهيك، بس هالإطلالة كانت دارك وحلوة وصراحة أنا حبيتها. جريئة شوي. وديانا لبسها حلو هي أصلا. نعم، هي كل إطلالاتها حلوة. نعم، ولكن أحسن إطلالة أخذتها اليوم أخذتها مرام. أنا بشوف إنه أحسن إطلالة أخذتها
آية. بشوف إنه آية أحسن إطلالة بالنسبة إلي. يعني أنا بحب هداك ستايل اللي بيكون هيك فيست اوفر سايز وهيك فستان كتير سيمبل، ويكون الجمال البنت اللي باين، يعني مو اللبس، مو يعني ألوان دارك. هي بتلبس ألوان بيجوا معها ألوان دارك. كانت في جلسة بين ليليا ومرام، وهون ليليا قالت إنه لما شافت لما دخلت الغرفة كانت شيماء موجودة بالغرفة، فشيماء كانت حاملة مراية بإيدها، وشيماء شافتها والمراية سقطت من إيدها. فشو قالت عنها شيماء؟ قالت لها في ناس طاقتها مو حلوة، لأن لما دخلت طاحت المراية من إيدها وانكسرت، يعني إنه ليليا حاسدتها فأعطتها طاقة مو حلوة انكسرت لها المراية. هون كانت مرام وابتسام قالوا لا ممكن تكون فهمت غلط، بس أنا عارفة شيماء وبقول إنه أكيد 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 يعني قالتها عنها، لأنه شيماء بس من نظرتها راح تشوف إنه بتكره ليليا بدون سبب، يعني من كلامها ومن وراء ظهرها، من النميمة اللي بتعملها عليها، من نظراتها، من تنمر، من الضحك اللي بتضحك لما بتحكي ليليا. صراحة كتير يعني ما بعرف شو عملت لها ليليا. أنا نفسي أعرف السبب ليش شيماء ما بتحب ليليا البنت، شو ونقول مثلا عملت لها هيك وهيك وهيك، بس هي من أول حلقة ما بتحبها. نعم يعني ليش؟ أنا بدي أعرف شو عملت لها. نعم. يعني شي ورا الكواليس لحد الآن ما قالوا إنها عملت لهم شي ورا الكواليس. يعني لأنها قالت بالأول إنها بتحب شخص مادي، هي مو دخلها تحب شخص يعني عفوا عنده فلوس، هي ما دخلها. يعني تحب شخص عنده فلوس، تحب شخص فقير، هي داخلة البرنامج تدور على اللي هي بتحبه، مو اللي بيحبوه البنات التانيات عشان ترضيهم. ولو تعرف يعني درجة الغل اللي في قلبها مكتفت بالنميمة، أو يعني بتخيب صورتها أمام الأمهات الأخريات، لا هي بدأت تلوح كلام قدام وجهها. يعني فهمتي لدرجة أن شيماء يعني ما أعرف شو السبب يا أختي اللي خلاك تكرهيها. هذا سؤال شيماء، أنت ليش ما بتحبي ليليا؟ شو عملت لك هالبنت؟ نعم بتمنى تجاوب عن هذا السؤال، لأنه هي لما شافت الهجوم عليها من طرف الجمهور تبع قسمة ونصيب ما عملت لايف، ما وضحت ليش هي عملت هيك. يعني عادي الإنسان بيغلط، وفي كتير مشاركين عملوا أغلاط عادي بيطلعوا لايفات بيوضحوا بيعطوا. هي إنسانة ما بتحب الناس يحسوا بغلطها، ما حبت إنه الناس ما حبوها. يعني هي من النوع اللي بتحب الكل يحبها أو بتروح أما أنا ما بحب هيك تصرفات، يعني هيك تصرفات طفولية. فهون راحوا البنات جلسوا مع بعض، وهون ديانا قالت إنها غيرت رأيها عن مصطفى لأنه غازل كل البنات وقال لهم نفس الحكي اللي حكى لإلها. ومرام قالت أيضا إنها غيرت رأيها لأنه مو التايب تبعها، وكمان قالت لريتا إنه غيرت رأيها بالحقيقة بسبب أم عطيات، لأنها متطلبة كتير بتطلب كتير، وهي ما بدها هيك، هي بدها تكون برنسس مدللة. لا تنسي إنه مرام هي قالت في أول حلقة أنا مدللة البيت، أنا البنت الصغيرة ومدللة، يعني ما راح تتماشى مع أمها. نعم عطيات بدها الكنة، جاية لتدور على كنة حقيقية جاية تدور على كنة تبع زمان اللي الحمات بتكون جالسة وما بتعمل شي، ويعني بحسها جاية على نياتها، يعني جاية ما بتحسب حساب الجمهور إنه راح ياخد عنها فكرة أو هيك. لا هي بتعمل اللي براسها وأفكارها بتطبقهم، حتى لو كانوا أفكار يعني كانوا زمان هدول الأفكار إنه الحمات بتخدم الكنة بتخدم الحمات عفوا. لهيك مرام محبتها. بالخصوص أن لديها مواصفات الكنة التقليدية. وشو جاية تقلب عنها في برنامج عصري. نعم. يعني هالشي متناقض يعني. متأسف عطيات، بس ما راح نظن إنك راح تلاقي هذه الكنة. لا لقتها هي شيماء منافقة، هي ما راح تكمل معاه هيك والله. لو تزوجت بمصطفى ما كانت راح تكمل، لأن هي منافقة لا أكثر. راح بتمثل، راح تعمل شيء
وبعد لما تتزوج راح تعمل شيء آخر. أنا متأكدة، أعرف شخصيات اللي مثل شيماء، أنا نعم بعرفهم كتير منيح. الصراحة. وكمان كمان ابتسام. راح أعطي رأيي عن ابتسام في شيء عن مصطفى. مم. أنا شفت إنه ابتسام لما قال لها مصطفى تخبي عن الشباب، هون دابت مم. السيدة. عاشت الدور كتير، عاشت دور الزوجة، ومتأكدة مع إنه البنات قالوا لها كلنا غازلنا، بس هي بتقول إنه مغازلة عن مغازلة مغازلة بتفرق. بتفرق. يا حبيبتي ما في مغازلة عن مغازلة بتفرق. هو كل البنات اللي عمل معهم ديت أكيد بده يتغزل فيهم، مثل ما قالت مرام، يعني عادي. هي لا تعلقت وكانت متأكدة إنه راح مم. يختارها، والسيدة أنا بحسها إنه خلص هي في خيالها تزوجت بمصطفى. خلاص. وخصوصا يعني هي كيف بتقول مغازلة عن معازلة بتفرق، ديانا قالها خياري الأول بيضل الأخير. نعم تخيل يعني خياري الأول هذه أكتر من من مغازل إنه ابتسام، أكتر وهي يعني ديانا اللي مفترض إنها تشبت به ومت أصلا بعيد. هي تشبت. صراحة أنا بشوف إنه راح يخيب ظنها، لأن أصلا مصطفى أنا بقلكم من هلا إنه راح باين إنه راح يختار اللي بتختارها أمه. صح. ما يمكن مصطفى إنه ما يرضي أمه، يعمل شيء تاني من غير ما اللي راح قالته يفوت أمه. أمه. نعم ولو تلاحظي شيء الآن، مصطفى هو من الشخص اللي بيوقع بحديثه، يعني بيوقع قلوب الفتيات. ثلاثتهم قال لهم كلام حلو، وثلاثتهم يعني وقعوا به صراحة. لا مو إلا ثلاثتهم مرام. إلا مرام. مرام ما أصلا ما ما تغزل بها كتير، هو شافها مثل لا مرام يعني مع إنها صغيرة بس هي بتفهم، مم. يعني بتشغل مخها، إنه هم كل شي باين قدامهم، إنه قال لهم إنه أنا يعني أقالهم كاملين نفس الكلام. ف حلوة. ف فهون البنات أنا بحس بشي إنه عندهم فراغ عاطفي. فراغ عاطفي. أول واحد قال لهم كلمة حلوة، ما قال لهم شي. أنا شفت الديت، يعني ما قال لهم شي يعني مميز مم. عشان يتعلقوا لهذه الدرجة. وكمان راحت الأخت ديانا قالت إنه راح تروح تحكي معه وتقول له ليش قلت لنا كلنا نفس الكلام. هو يعني نفس الكلام صاروا قال. بيحاسبوه كأنهم هم زوجاته. وخلص. خصوصا ديانا زودتها كتير. نعم هو حر، هو إنسان حر، يعني جاي لبرنامج تعارف أكيد مم. لما عمل معهم ديت راح يغازلهم طبعا، لأنه هو مو مرتبط. لو كان مرتبط بوحدة منهم بنقول نعم معاه حق إنه تحاسبه، بس ما مرتبط مو بولا مرتبط. واحدة منهم. طبعا راح يقولهم الشباب كلهم هيك، الشباب أصلا هيك. هيك. مرام واعية. شو قالت للبنات؟ قالت لهم أنا اعتبرتها كمجاملة، مجملة طبعا. يعني لازم أيضا هم يعتبروها كمجاملة. لا ليش أنا بيتغزل بيه وهي بتغزل؟ ما فهمنا عليهم، لا ريت لا ديانا ولا شو الأخرى اللي بتغزل بها ابتسام. ابتسام. فاجت ريتا على الفيلا، لاحظت شي ما عجبني. لما بتكون ليليا بتحكي، لما بيجي دورها تحكي قدام ريتا، هون بيبدو مراهقاتنا. مراهقاتنا اللي هم شيماء وديانا. ايوه قررنا نسميهم بمراهقات، مراهقات. لانه ما بيفوتوا اعمال المراهقات. نعم بيعملوا بيضحكوا على كلامها لما بتحكي، كأنهم متنمرات الصف اللي بيكونوا بالمسلسلات الكورية. والله صح. مثل هيك. صح والله. صراحة أنا هذه بشوفها قلة أدب. والله. صراحة ما بعرف شو عملت لهم ليليا لا يوصلوا لهذه الدرجة من الكره، إنه البنت كل شوي لما بتحكي بيبدوا يضحكوا، كأنه يعني بتحكي كلام جدي وبشوف إنه كلام مقنع بيبدوا يضحكوا. وبس ريتا عجبتني فيهم اليوم. نعم عجبتني كتير. نعم. فيهم ريتا اليوم شيماء. كانت القاصفة. قصفتهم كلهم. ريتا كمان ما مرت عليها كذبت مايا وديانا تبع انهم فهموا كلامها غلط. ليش؟ لانه ريتا اصلا كم من موسم مر عليها، كل المواسم ما راح يعني مروا عليه شخصيات وعارفة، يعني عارفة البنات وعارفة كيف بيفكروا، ما راح تمر عليها كذبتهم. حقا ما فهمت الموضوع. هم ليش
كل البنات فهموا الموضوع إلا هادو إلى الاتنين. هاد الاثنين ما هادو ممكن، مو متلاعبات. يمكن. يعني لما شافوا انه داني خلص عليه زحمة قالوا مم. لا احنا ما اخترنا داني، احنا هو خيارنا الثاني، لهيك احنا لا فهمنا غلط. صراحة بحس انه طفوليات هدول ما في البنات. صدق، ما في ما صدق. يعني الواحد يكون بشخصيته الحقيقية وخلص، يعني شو راح يصير. وريتا جاوبت على كلام ديانا لما قالت لداني انه انا خلص، انت يعني انا بحترمك بس صديقتي يعني ما معجبة راح اقدر فيك. اكون معك مشان شيماء. شيماء. ريتا هنا شو قالت ليش هي شيماء ارتبطت بداني لا تروح ديانا عنده وتقول وتقول له له ما راح اكون معك عشان شيء. الصراحة اليوم ريتا والله عجبتني فيها. نعم، انا هم حسسوني انه خلص شيماء تزوجت بداني وهو هذا هو اصلا ما وانت- بيعرف، خلص ولا بنت راح تقرب له، وصديقتها وفية إلها ما راح تقرب لزوجها. بتعامل داني وكأنه يعني زوج صديقتها، زوج صديقتها. ما لازم تحكي معه ولا تقرب له. ولو لاحظتي طاقة الأنوثة عند من كانت اليوم؟ آية. شو قالت آية؟ نعم، آية. شوفي طاقة آية الأنوثة. آية فاهمة الكونسبت منيح، لأنه إذا داني اختاروه كل البنات إلا هي. م-م. ليش؟ لأنه بتعرف هي مع إنه عمرها صغير، بس بتعرف إنه الرجال ما بيحب اللي اختاره، بيحب اللي هو اللي رفضته. بيكون بيجري ورا اللي رفضته، مو اللي جرت وراه. فكل ما البنت جرت ورا الشاب بتخليه ينفر منها وبيهرب. فهي بتعرف هذا الشيء، فلهيك ما اختارته. وهي ضامنة وليد في جيبتها ومرتاحة، فلهيك قالت انه اروح اختاره هو واخلي داني معلق مو عارف. فلهيك داني راح نشوفه راح يختارها كمان بالتأكيد. وهي ما بين أصلاً كل البنات، مع انه كل البنات اختاروه بس هو اختارها هي اللي ما اختارته. هو داني بيحب كما كيف يقول دايما انه بيحب اللي بتعمل له علامة استفهام. نعم. هي شيء ما اختارته، فأكيد راح يروح إلها. ليش؟ لأنه هي نعم، لأنه هي اللي عملت له علامة استفهام. وريتا لما سألتها أنت يعني شو بتحبي، شو بتنافسي، قالت لا أنا ما بنافس، أنا ما بتنافس، أنا يعني بجذب الشاب. وهالشي يعني بين مدى ثقتها بنفسها. ما لأنه طبعا أنا ليش قلت إنه هي اللي فاهمة كونسبت البرنامج، لأنه مو جايين ليتنافسوا على الشباب، بالعكس الشباب جايين مع أمهاتهم ليختاروا البنت اللي مناسبة. يعني اللي مناسبة راح يختار له تعمل اللي بدها تعمل، هو بالأخير راح يختار البنت اللي مناسبة. شفنا أكبر مثال اللي هي شيماء، عملت كل شيء وبالأخير ولا شاب اختارها. وريتا قالت لها الآية، قالت لها يعني وليد بالجيب، قالت له وداني شو بنعمل معه، قالت له لا كمان داني راح يختارني. كانت متأكدة، يعني هي واثقة بنفسها كتير. نعم. وشو كمان شيماء حست انه داني ما راح يختارها، فشو عملت شيماء؟ راحت قالت لريتا انا بردت من ناحيته وما حسيت بالانجذاب. هذا التكنيك لتخفف الرفض اللي راح يجيها، مع انه هي تعرف انه داني ما راح يختارها. هي كانت باينة، يعني هي متأكدة، واصلا معروفة انه داني ما راح يختارها. ما من الطيب تبعه، وتاني شيء ما بين لها انه نعم. كان الديت تبعهم مو مثل الديت البنات التانيين، وخصوصا آية. نعم، هو مبين انه عجبته آية كتير. اصلا قالها الوليد، قالها راح اتنافس معك، وقال بصراحة العبارة. نعم. قال خد بالك يعني من نفسك، راح يتنافس معك. وشو هالموسيقى اللي عملوها؟ صراحة صار في كتير تغييرات بالبرنامج، ومنهم الموسيقى. هالموسيقى اللي رجعوا لنا الموسيقى اللي تعودنا عليها، يجمعنا هالمكان لنحقق الأحلام. أنا كتير بحب هذه الموسيقى، الحب الحقيقي. نعم، أنا هذه اللي بتعجبني. وكمان الموسيقى اللي حطوها لهم هم بيرقصوا. نعم، لا هي اللي بنحكي عليها، هي كتير بشعة صراحة. يعني ما بنقول رأينا بصراحة، هذيك الموسيقى كتير بشعة. رجعوا لنا الموسيقى اللي بنعرفها يا قسم ونصيب، أرجوكم رجعوا لنا الموسيقى اللي كانت. وشكرا. وهون بنيجي نحكي عن أهم جزء في الحلقة،
اللي هو دخول الشباب أخيرا أخيرا. للفيلا. نعم، أول شاب دخل اللي هو وائل وأمه هويدا. هويدا. أول شي دخل وسلم على البنات وسلم على مايا بطريقة مختلفة عن البنات. بس شو صار يا صديقتي؟ بس لما شاف آية ما قدرش يشيل عينه عنها، كان راح ياكل بعيون. يا وائل يا وائل شو بتعمل يا وائل؟ خليك مع مايا وبعد عن المنافسة يا وائل. ما راح يقدر صراحة على المنافسة. منافسة بين 2 أشخاص حلوين وكل شخصيتهم حلوة، بين وليد وداني. ما بحس إنه بيقدر على الأحسن إنه يبقى مع مايا مضمونة وهيك حلوة حتى هي وشخصيتها حلوة أحسن له. ولما جلس دغري قال انت آية المثيرة الجدل. وإذا راح لاحظتي نعم لاحظت ما يتفاعلش بطريقة حماسية أكثر من اللازم. نعم بدأت بتضحك بصوت عالي وهيك بس لتخفي غيرتها. احنا بنات وبنفهم على بعض. يعني الشاب اللي مع اول شيء علق على آية، طبعا هون هي راح تغير. يعني قبل ما يحكي معاها انت قلت ايه انت آية المثيرة، يعني هالشي مبين انه صراحة وكأنه أعجب بها. نعم. وآية ومايا غارت. نعم. وقال كمان لشيماء انت اللي ما في حدا من الأمهات ما مدح فيك. يعني بس الأمهات اللي اختاروا. هون قالت له ريتا، بس هي جاية تتعرف على الشباب. أنا قلت لك إن ريتا جاية تقصف شيماء، جاية بخصوص ربما عرضوا لها الحلقات الكواليس وشافتها شو بتعمل. نعم طبعا. لهيك هي جاية وكأنها والله في هالحلقة وكأنها جاية قاصدة شيماء. طبعا هي ريتا كمان بتتابع البرنامج. يعني بكم لقطة شفتها خصوصا عندها انها بتحط انها لما بتكون داخلة بيعرضوا لها اهم اللقطات، فهي بتشوف عمايل كل واحد، فبتدخل عصافيرها بيقولوا لها كل العمايل. فلما قال وإلا لشيماء انه انت محبوبة الامهات، فهون ريتا علقت انه هي جايه مشان الشباب مو الامهات، لانه الاخت شيماء نسيت انه جايه مشان الشباب مو الامهات. هي بردت قلبنا في هاللقطه. نعم بردت قلبنا. مايا اليوم لما دخل وائل دخلت في الدور وصارت تتعامل مع وائل كأنها زوجته. لا مو كزوجته، كخطيبته فقط، لأن لو كانت تتعامل كزوجته كانت قومته أصلا من جانب البنات، ما تركته أصلا يجلس معهم، بس نقول أنها كزوجته كخطيبته. نعم. اللي بنقصد هون إنه يعني صارت تهتم به كتير، مع إنه الشاب أصلا متلخبط مو عارف شو يختار، هو لسه بيختار، بس هي خلاص اختارت. أنا بشوف إنه البنات متسرعات كتير، الشباب لسه واخدين على مهلهم وبيختاروا وبشوي عليهم، هم متنافسات على ما بعرف شو. وهلأ دخل إيهاب وأمه سعاد. فشو صار؟ سعاد ما عجبها إنه ابنها يتعرف على ولا بنت، كأنها هي اختارت بنت وما بدها غيرها. فأنا بشوف صراحة هذه أنانية من الأم سعاد، لأنه يعني هو بالأخير هو بس جايبها معه لا يختار بنت، مو لا هي تختار له بنت وتفرضها عليه. فبشوف إنه الأم سعاد راح تواجه مشاكل كبيرة مع الكنتها، حتى لو هي اختارتها. أنا بشوف حتى لو هي اختارتها، لو بس هي من النوع الشخصيات اللي راح تختار له بنت، ولو وافق عليها وشافت علاقتهم متقربة راح تعملهم مشاكل. هي أنا بحسها من هذا النوع. وهون شيماء شو بتحاول تتقرب من سعاد. يا جماعة خلونا نوضع قاعدة، أي أم تقربت لها شيماء لازم نفهم إنه عاجبها ابنها. وكمان من فوق سعاد لما دخل ابنها وجلست شيماء جلست يعني سعاد جنبها شو ماسكة إيدها. البنت ماسكة إيد سعاد. هي الآن مو عجبها فقط، هي حبته خلاص. ممكن تكون حبته خلاص. نعم. هون صار دور مصطفى والأم عطيات دخلوا. صراحة هما من أبشع الدخلات اللي صاروا بقسمة ونصيب. أول شي مصطفى دخل كأنه داخل بيت أبوه. دخول بارد، ما سلم على ولا بنت ولا على أم. وتاني شي أمه عطيات
قاموا لها البنات لا تجلس، قاموا لها مرام وليليا لا تقعد، راحت شو قعدت في الكرسي وسلمت فقط على شيماء. يعني هذا تصرف قليل الأدب. أنا بحترم إنها بس هذا تصرف ما بينعمل. يعني بنات قاموا لك لا تجلسي وتروحي انت اول شيء تعمليه تسلمي على بنت تانية وما تسلمي على ولا احد من غير شيماء. صراحة هذا تصرف ما بينعمل. وبس ريتا اصلا ما سكتت لها، قالت لها ايه شو شيماء بس اللي بتسالي عنها يعني. نعم. يعني ما سكتت لها ريتا. هون شيماء قالت انها خلص رح تروح مصر مع طنط عطيات. سمعتي ريتا حتى هي قامت بتقلد شيماء. دوني دخل دوني راح دوني. شيماء صراحة كاركتير ما لازم يتخلوا عنه في قسمه ونصيب. هي عملت مهزلة في نفسها شيماء. هي كاركتير مشان لك شيء يا صديقتي انه في هدول البرنامج ضروري مثل هذا الكاركتير لانه بيعملهم بيخلي نحن كمان هلا خلينا نحكي عنها. فلما بيكون الكل منيح والكل بيكون البرنامج ممل. يعني لازم كاركتر يكون بيعمل هيك مرات شوية لخبطة من هون، كلام من هون، نميمة من هون، عمايل من هون. لا ليكون الواحد يلقى شيء يتفرج فيه في البرنامج. فنحن ما صراحة ما مو حابين نزود على شيماء، نحن بس بنقول اللي بتعمله. يعني لو عملت منيح نحن رح نقول شيماء عملت منيح. ان شاء الله بالحلقات الجاية تعمل منيح ان شاء الله. لما ترتبط تصير شخصيتها احلى. تغير. نعم. هي اصلا شيماء اختارت هذا الدور. نعم. فهي لازم تتحمل انتقادات الناس. نعم. هي شخصية مستفزة لازم ويمكن تتحمل. هي تكون هيك شخصيتها. لا مو هيك. انا بحس انه هي اصلا لانه ما في حدا بيتصنع لهذيك الدرجه. هي شخصيتها متصنعه طبعا، بس هادوك العمايل اللي بتعملهم مو شخص بيتصنع. هادوك عمايل بيكونوا بالشخصيه اصلا بشخصيتها، هي بس بتطلعهم للناس. ويعني شخصيتها مو حلوة. وليش انا قلت لك يعني ما بظن انها تكون هيك شخصيتها، لان عطيات هي بتحبها كتير، ولكن شفناها في الاخير عطيات شو قالت في اللايف بعد انتهاء البرنامج. قالت انه يعني شيماء حبيبتي بس انا كانت كويسة. كانت كويسة. انا يعني هي ارتبطت اكثر بآية، هي اللي صارت مقربة لها. نعم. شيماء ما صارت وبظن انه لانه مايا لا ديانا حابة مصطفى، عشان هيك شيماء وكأنها يعني ما بقى عندها غرض مع عطيات فابتعدت عنها. الشيء اللي بظن وراح نشوف في الحلقات. ودخول المشتركين وليد والأم نورة، هون كان صراحة دخولهم من أجمل الدخولات أو أحسن دخول. أول شي راح سلم على آية وحدها. ولما سألته ريتا شفت الفيلا كيف شفت الفيلا، قال الفيلا كلها هون. يعني هو صراحة بيكبر بالبنت اللي راح يرتبط معها. أنا حبيت كتير هذا الدخول. وصراحة أنا بقولها بكل مرة بكل فيديو إنه أنا رح صير فان لهذه العلاقة. لما سألته ريتا عن شو رأيك بالفيلا وقال لا الفيلا كلها هون، يعني كان بيقصد آية. نعم هو طبعاً. شاف آية وقال الفيلا كلها هون. نعم. يعني عن آية، وهالشي صراحة كلام حلو، بتحب البنات يسمعوا هالكلام. نعم. وهون دخل المشترك داني وأم ريبيكا. صراحة كان دخول حلو، يعني دخلوا دخول جميل. وهون ريتا راح تاخد الأمهات وتترك الشباب لحالهم مع البنات. وكمان حطوا في البيت فوق الطبلة حطوا بوكيات ورد، وكل واحد من الشباب لازم يعطي بوكي ورد للبنت اللي أمه راح تختارها. يعني هذا صراحة بشوفه كتير مشوق هذا الحدث، وبستنى فارغ صبر الحلقة الجاية لشوف شو راح يصير. مع الأسف ترى كنا هذا الحدث لآخر الحلقة. والله أنا كنت بعتقد إنها الحلقة مشوقة كتير، بس حلقة الغد راح تكون أكثر تشويق. هلأ بنمر للإعلان. نروح للإعلان. وليد راح يعطي الآية بوكيت الورد، هو ما اعطاه لها، يعني أمه هي اللي كتبت آية. وراح هون يجي داني وشو راح يعمل؟ راح يشيل ورد وليد من ايدها لآية ويعطيها الورد تبعه.
حركة بتقول لوليد أنا هون أنا لأنا هون نفسك يا لنفسك. حبيبي. وهون ريتا راح تعمل شي كتير حلو، واللي بستناه الحلقة الجاية إنه راح تخير آية بينهم. مين راح تختار يا ترى؟ الله أعلم، راح بس نشوف ما الحلقة باين الجاية. إنه صراحة ما بنعرف، يعني ممكن يكون في مفاجآت. مم. شفنا كمان بالإعلان إنه عطية بتبكي لما شافت ابتسام جالسة مع مصطفى. يمكن إنه بسبب إنه هي ما حبت ابتسام إنها، وكمان أكيد إنها ما اختارت تعطيها مم. الورد، أكيد مم. اختارت شيماء، أكيد. أو اختارت شيماء صراحة أو ديانا. وليليا ومرام قالوا إنه الأمهات ما حبوهم، يعني لأنه ما كانوا بيهتموا بهم كتير، لهيك ما حبوهم وما أعطوهم أصلا ورد. ومصطفى راح يقول عن آية إنها متلاعبة وبتتلاعب بداني ووليد. بدأت مشاكل مصطفى، إحنا سربناه، إحنا قلنا نعم، إنه قلنا مصطفى مصطفى راح رح يعمل يعمل مشاكل بين آية ووليد. نعم، ووليد ما عجبه كلامه وراح يتخانقوا. صراحة أنا متشوقة أشوف دي الحلقة، فيها فكتير كتير مشاكل ودراما. وعطية كانت بدها تضرب واحدة من البنات، غالبا ابتسام، نعم غالبا ابتسام. ممكن أو يا إما ابتسام يا إما ليليا، واحدة من هدول الاثنين. وكمان داني داني بيتهم وليد إنه متصنع، يعني نعم، بيتهموا بالتصنع، يعني بيتصنع شخصيته الهادي الكيوت، بس أنا بحس العكس. حتى أنا قلت هيك الصراحة، ولكن لما شفناه في اللايفات الشاب والله هو شخصيته هيك، يعني هو بتحسه بريء واللي في قلبه يعني على يقوله. لسانه نعم. فهون بنقلكم باي. باي.